سلام بنات. منتجات كيعرفوها غير الناس اللي كيقلبوا على الصحة الحقيقية والطاقة الطبيعية والجودة الألمانية المضمونة. اليوم غادي نشارك معكم منتجات من دي ام بيو. من بعد ما تعرفوها غادي تقولوا كيفاش كنت عايش بلا بيهم. كاينين منتجات طبيعية كيمكن يبدلوا طريقة التغذية ديالك بالكامل. خليك معايا حتى الأخير لأن المنتج الأخير بالخصوص غادي يفاجئك. دابا يا البنات غادي ندوزو لخل التفاح. خل التفاح يا البنات منتج طبيعي كيتصنع من التفاح، الماء وتخمير طبيعي. افضل نوع فيه هو اللي فيه البكتيريا المفيده بيو ناتور. ليش؟ فوائد الصحيه ديالو كيساعد على خساره الوزن، كيقلل الشهيه، كيساعد على الشعور بالشبع، كيساعد ايضا على تنظيم السكر في الدم، كيحسن لنا الهضم، وكيحتوي على بكتيريا مفيده كما قلت لكم. كيساعد ايضا على تقليل الانتفاخات، وكي مفيد ايضا للبشره. يمكن التخفيف ديالو بالماء ياك كنخلطوه مع الماء وكنستعملوه للبشره. كيساعد على تقليل الحبوب، كنحاربوا به حبوب الشباب اولا الحبوب عامه. كيدعم ايضا الجسم لان فيه مضادات اكسده، وكيساعد على تنظيم الجسم، تنظيف الجسم. ديتوكس خفيف، كيدير واحد ديتوكس خفيف ديال الجسم. اوكي يا البنات، خل التفاح يا البنات راه الفوائد ديالو كتير عديده. كان طريقه الاشهر اللي كيستعملوا الناس كيديروا ملعقه صغيره الى في كاس الماء صباح قبل من الفطور. هذه الطريقه الكلاسيكيه المشهوره. وايضا في الاكل تقدري ديريه في السلطه، في الخضار، في صلصات صحيه. المهم يا البنات هو تشربيه، ما تشربيش مركز، دائما خفيه بالماء لانه مجهد على المعده. وما تكتروش منه، ملعقه حتى 2 ملعقات يوميا كافيه. جربي خل التفاح البنات، جربوا هذا خل التفاح لمده 7 ايام وشوفوا النتيجه وردوا عليا. دابا يا البنات غادي ندوزو لهاد هانفزامن اللي هي بذور القنب، مختلفه عن بذور القطونه، ولكنها مليئه حتى هي بالفوائد الصحيه. الفوائد الصحيه اللي فيها هي البنات غنيه بالبروتين الكامل، كتحتوي على احماض امينيه اساسيه مناسبه للنباتيين الرياضيين لبناء العضلات. المصدر جيد ايضا للدهون الصحيه، فيها احماض اوميغا 3 واوميغا 6. اوكي، مثاليه للناس اللي عندهم مشاكل القلب او الدماغ. كتدعم صحه القلب والدماغ، كتحسن لنا الهضم وصحه الامعاء. كتحتوي على الياف غذائيه خصوصا الى ما تناولتيهاش بالقشور ديالها بحال هذه دابا يا البنات. كتساعد على تنظيم حركه الامعاء وتحسين الهضم. كتدعم لنا صحه القلب والاوعيه الدمويه. احماض دهنيه في البذور يا البنات راه كتساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، وايضا كتعزز لنا صحه الجلد. خطيره يا البنات هاد البذور القنب، راه الفوائد ديالها كثيره بزاف. استعمالات ديالها يا البنات يمكن لينا نرشوها على الشوفان، على الزبادي، على السلطات، على العصائر. يمكن لينا نطحنوها ونخلطوها مع الماء، نحصلوا بهذه الطريقه على حليب القنب الغني بالبروتين. في الخبز والمخبوزات نقدروا نضيفوها في الخبز، الكعك، البسكويت لزياده محتوى البروتين والالياف في الخبز ديالنا، في البسكويت ديالنا. هاد البذور القنب يا البنات راه كطها على البارد في الصلاصات، وايضا على الساخن. دابا غنهضر لكم على كوكوس اول. زيت الكوك يا البنات غني بالدهون الصحيه، خاصه حمض اللوريك، واللي تدعم لنا الطاقه والمناعه، سهل الهضم مقارنه ببعض الزيوت الاخرى. وكان يمكن الاستعمال ديالو في استعمالات عديده، في ترطيب البشره، في الشعر، مقاوم نسبيا للحراره، مناسب للطبخ الخفيف او المتوسط. في الطبخ يا البنات نقدروا نستعملوه في إضافة الوصفات مثل الكاري، مثل الحلويات، العصائر، أو بديل للزبدة أو الزيوت الأخرى في بعض الوصفات. بالنسبة للعناية الشخصية، مرطب طبيعي للبشرة، ماسك للشعر الجاف والتالف خطير، مزيل أيضا مكياج طبيعي، تقدروا تستعملوه كمزيل مكياج طبيعي يرجع الوجه كيشعل. ويمكن ايضا الاستخدام ديالو للشفاه الجافه او لتشققات الجلد ديال البنات اللي عندها تشققات في الرجلين او في الشفاه. خطير هاد كوكوس اول، وعضوي 100%، بيو 100% اللي هو عضوي.
ناتيف غير مكرر، وكيتحتفظ بالقيمة الغذائية ديالو بدون إضافات صناعية، وفيه رائحة وطعم جوز الهند الطبيعي الرائع اللي كيحماق عليها الصغير والكبير. كيحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، لذلك كنستخدموه باعتدال. اوكي، وكيتجمد في درجة الحرارة الباردة، وهذا طبيعي ليه؟ لأنه إلا حطيتيه في الجو السخين حتى تلقيه سائل، ما كيبقاش هكا شاد في راسو بحال شي زبدة، وإنما تيولي ميه. وكيفضل الحفظ ديالو في مكان معتدل كما قلت لكم، بعيد على الحرارة العالية. والفوائد ديالو معددة متعددة الاستعمالات: الشعر، البشرة، الجسم وللصحة. والثمن ديالو عند بيو دي ام رائع رائع. دابا يا البنات غادي ندوزو الروتي بيتي اللي هو بالعربية شمندر احمر عضوي. احيانا كنضيفوا ليه الماء، قليل من الخل، قليل من الملح. هادشي باش كيتصنع، وكيحتوي عادة على مواد حافظة صناعية والوان صناعية لانه منتج عضوي بيو. الشمندر يا البنات راه اش نقول لكم، غني بالحديد، غني بالفيتامينات، المغنيسيوم، فيتامين سي، وايضا كيساعد على المقاومة، مفيد للقلب، لأن الشمندر غني بالتترات الطباعية اللي كتساعد على تحسين الدورة الدموية. اوكي، خفض ضغط الدم، الناس اللي عندهم طنسيو كيخفض لنا ضغط الدم. الدورة الدموية اللي عندهم فيها المشاكل يحسن لنا الدورة الدموية. وايضا يا البنات كيدعم لنا المناعة ديالنا، كيساعد على مقاومة التعب. ايضا كيحتوي على مضادات الأكسدة القوية اللي كتساعد الجسم على مقاومة الالتهابات. وأيضا مفيد للهضم، غني بالألياف اللي كتساعد على تحسين الهضم ودعم صحة الأمعاء. الشمندر الأحمر روتي بيتي يا البنات راه مهم بزاف للدم، للجسم، لكل شيء. استعمالات ديالو كيبقى من دولة لدولة. كاين اللي كيشربوا عصير بحال هنا بزاف في المانيا كيشربوه الناس بزاف عصير، ولا كياكلوه هكا. حنا بزاف في المغرب ولا في الدول العربية كنديروا به سلطات مع البصل، مع الطوماطه، مع المهم السلطه مغربيه. يبقى لكم الاختيار شنو كيفاش بغيتو تستعملوه. دابا غندوزو يا البنات للسمن الالماني. السمن الالماني فيما يخص السمن الالماني ركزوا معايا البنات، ديال دي ام ما زوينش. السمن ديال دي ام ما زوينش، وديال الشركه تاع بيو ماركت ايضا ما زوينش. هاد الشركه هذه اللي صورت لكم هي احسن شركه، ماشي هذه ديال بيو ماركت هي مهم ما هي انا بحال تاع دي ام. بالنسبة للشركة المفضلة عندي واللي ننصحكم بها هي هذه. طالع في الثمن ديال البنات، طالع مقارنة بالشركات الاخرين. هذا الصغير دابا هذا 10 اورو، ولكن يا البنات راكم كتعرفوا السمن البلدي الفوائد ديالو كتهزوا منه غير كمية صغيرة وكافية. اوكي، ولكن شريو هاد الشركه هادي على ضمانتي. هادي اللي قدامكم دابا غني بالدهون الصحيه، كيعطي طاقه للجسم وسهل في الهضم، افضل من الزبده العاديه صحيا بفيزن. يا البنات اطباء تيقولوا لك السمن احسن بكتير من الزبده العاديه، خالي تقريبا من اللاكتوز، مناسب اللي عندهم حساسيه خفيفه. وايضا الاستعمالات ديالو متعدده. فيما يخص الصحه، ملعقه صغيره صباحا في بعض الانظمه الصحيه مع الاكل تقدروا تستعملوا لزياده الطاقه لانه صحي جدا. وفي المطبخ تقدروا تستعملوا ايضا في الطبخ بدل الزبده او الزيت، في الاضافات الارز او الخضار. كيدخل ايضا في الحلويات. معروف علين البنات السمن صحي جدا جدا، عضوي بيو. هذا اللي عطيتكم انا بالضبط بيو 100%، مصنوع بطريقه تقليديه بحال ديالنا ديال البلاد. طعم غني ومميز فيها، ومده الحفظ طويله طويله، ما تيفسدش بسرعه. راكم كتعرفوا السمن والدنا وجدودنا كانوا تيخبيوه مده طويله، وفيه سعرات حراريه عاليه. يعني يا البنات الثمن ديالو هاد الشركه هذه واخا تتبان لكم طالعه، راه ملعقه كافيكم يا البنات. السمن من افضل الخيارات للطبخ الصحي. وصلنا الى اخر الفيديو، كما العاده ما سخيتش بكم. دابا قولوا لي في الكومنتير شنو المنتج اللي عجبك اكثر، وإلا كان عندك شي منتج صحي من دي ام اولا من بيو مارك تعتمدي عليه شاركوا معنا. ما تنساش دير لايك اذا استفدتي، واشترك باش توصلك فيديوهات جديده على التغذيه والمنتجات الصحيه. وخلي دائما اختيارك ذكي حيت صحتك تستاهل الافضل. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه، باي باي.
وصلنا الى اخر الفيديو. كما العاده ما سخيتش بكم، هادو كانوا من بين افضل المنتجات الصحيه اللي لقيت في الدي ام بيو، وكل واحد فيهم عنده فوائد مميزه للصحه. دابا قولوا لي في التعاليق شنو المنتج اللي شد انتباه ديالكم اكثر، وشنو المنتج اللي جربتوه من قبل، واعطيو لي التجارب ديالكم معهم والراي ديالكم فيهم. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساش دير لايك وتتابع الصفحه باش يوصلك المزيد من الكنوز الصحيه والمنتجات الرائعه.